السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. احنا عارفين طبعا سلطات اللي في مصر، فيه سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تتمثل في رئيس الجمهورية على رأسها، يعني رئيس الجمهورية. والسلطة التشريعية طبعا متمثلة في مجلس النواب أو مجلس الشعب اللي بتسن القوانين اللي بيمشي عليها الشعب، بتمشي عليها الدولة. والسلطة الثالثة اللي هي السلطة القضائية اللي تتمثل برضه في القضاء، للفصل بين المنازعات سواء بين الأفراد وبعضهم البعض، أو بين الأفراد والمؤسسات، أو بين الأفراد وبين الدولة، أي درجة من هذه الدرجات يعني. فكل سلطة مستقلة بذاتها عن السلطة التانية. لكن للأسف السيسي بيحاول في الفترة الأخيرة طبعا يتلاعب بهذه المؤسسات، وبيحاول يحط الكل تحت عباءة رئيس الدولة، وتحت سلطة الدولة، وتحت سلطة المؤسسة العسكرية. وطبعا ده لا يقبله عقل، أو لا يقبله شرفاء هذه المنظمات، هذه المؤسسات. السيسي طبعا عارفين انه اديله 12 سنه ماسك الحكم في البلد من 2013، وان هو ماشي واستخدم كل ما هو غالي ونفيس في الدوله، سواء المؤسسه العسكريه او المؤسسه القضائيه او الاعلام. كل ما هو فاسد فيه استغله واخده لمصلحته، وعشان يدعم حكمه ويدعم سلطته في الدوله استغل ما هو كل ما هو فاسد لتأييده. ما شفتش في دولة في الدنيا، يعني راجعوا معايا كده هو تشوفوا أي إعلامي يكون شريف يكون في صف السيسي، أو أي حد يقدر ينتقد السيسي في البلد من هذه المؤسسات. أي حد انتقدها راح ورا الشمس، سواء القضاة اللي اتحبسوا أو اغتيلوا أو اللي هاجروا بره. اللي في المؤسسة العسكرية نفس الكلام برضو، في ناس كتيرة وعلى رأسهم شفنا اللي حاولوا فكروا بس مجرد تفكير ان هم ينزلوا قصاد السيسي في الانتخابات، حصل لهم سواء سامي عنان او قنصوة او غيره وغيره. في اشخاص كتيرة طبعا كله اتسجن وكله راح ورا الشمس، او اي شخص مدني نفس القصة برضو. والوحيد اللي فكر ان هو مثلا يعني يغرد خارج السرب، بس ده بعد ايه؟ بعد ما انتقل من مؤسسة الاعلام اللي هو نموذج طبعا لاكبر المطبلاتية في البلد اللي هو عمرو اديب. طبعا بيجي الوقت ايه ضد الدولة. لكن اي حد انت شفته في الدنيا في دولة ما فيهاش فيها نقد؟ شفت اي حد في الدنيا او رئيس في الدنيا ملوش معارضين يكونوا موجودين داخل الدوله؟ ما حصلش. دورت طب كده في الاعلام كله في صف الدوله. هل ده طبيعي؟ هل ده معقول؟ مش ممكن طبعا، مش معقول. يعني الحقيقه حتى تثير الشك، حقيقه تثير الشك. حتى مجلس النواب تم تسييسه، المجلس العسكري تم تسييسه. لا انكر ان في شرفاء وحاليا موجودين، بس طبعا متداريين اثاروا السلامه سكم بكم. عشان ايه؟ عشان الدنيا تمشي والمركب تعدي. لكن لما يجي بقى في الفترة الأخيرة ولقينا إن السيسي هيحاول يستحوذ على القضاء كمان، ويتدخل ويهدد القضاء إن هو يتدخل في التعيينات بتاعة القضاء. طبعا القضاء طبعا مش هقول لكم إن هم من الشرفاء، لأن كانوا الشرفاء موجودين بس مش موجودين في الصورة. مش هقول لكم من الشرفاء اللي حاولوا يتحركوا، هم تحركوا لما الموضوع تعارض مع مصالحهم الشخصية. معنى إن السيسي يتدخل أو المجلس العسكري يتدخل في السلطه القضائيه والتعيينات، كده معناه ان مصالح خاصه. ليه؟ لان احنا عارفين ان القضاء معظمه قائم على الوراثه، ان ابن القاضي يبقى قاضي، وابن المستشار يبقى مستشار، وابن وكيل نيابه يبقى وكيل نيابه، وهكذا يعني في كل مؤسسات الدوله. احنا عارفين القصه دي كلها. فلما يجي السيسي يتدخل، فوجئنا ان في بعض القضاه وقفوا في وشه وقالوا لا، ممنوع الكلام دهوت، ممنوع الكلام دهوت. المجلس العسكري اظن برضو بدأ يتحرك في الفتره الاخيره في بعض يعني ايه، يعني يعني في بعض الاشخاص بشكل فردي بداوا يتحركوا في المؤسسه العسكريه، يعني زي جس نبض كده للشعب. في بعض شفنا بعض في بعض يعني فيما معناه يعني والله اعلم ان في الايام القادمه ان هيحصل انقلاب عسكري. طبعا احنا عارفين الخيل لازم يتخان في يوم من الايام، والمنقلب لازم حد ينقلب عليه. ماشي. لان السيسي طبعا سمعنا في الفتره الاخيره ان هو بيطلب من الجيش ان هو يسد ديون مصر. يعني ما شاء الله، يعني خلاص بقى الديون خلاص بقى النهب بتاع بره بقى بتاع الدول العربيه اللي كان بالرز اللي بياخدوا منهم وخلص جيش الشعب. شاف الشعب هو بينزف طبعا على اخره، مفيش جنيه تاني في جيوب المصريين. بدأ بقى يتجه للمؤسسه العسكريه وبيطالبهم بسداد ديون مصر اللي هو اتدينها، اللي هو داين الدوله على كاهلها. هو يعني هو اس المشكله كلها. بيطالب بالوقت الجيش، لكن لا طبعا الجيش ماشي على مبدأ بقى ايه، معاك في الحلوه لكن في المره لا.
او يا حبيبي ايه، لا يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي بمعنى صح. هتيجي عند اللواءات وعند الجنرالات وعند الاموال بتاعه المجلس العسكري، لا انسى القصه ديت يا حبيبي، نشيلك زي ما شيلتك. طبعا احنا عارفين الغرب طبعا منهجونا وبرمجونا ان مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه يا جماعه. مفيش قصه ثوره، دي اوهام وزرعوها في عقول دول الشرق والدول العربيه ان في ديمقراطيه وفي ثورات. مفيش حاجه اسمها ثورات. حسني مبارك زي ما قلت لكم كذا مره ان حسني مبارك لو ما كانتش امريكا جلبت عليه وما كانش الناس المجلس العسكري طبعا، لان كان حسني مبارك بيورث ابنه، وابنه ما حتى لو جاي من خلفيه ابوه راجل عسكري كان طيار في الجيش المصري، رغم ذلك كان هيبقى يعتبر حاكم مدني او رئيس مدني. طبعا المجلس العسكري ما كانش عايز القصه دي، سواء بقى بخباثه زي ما الناس بتقول او خيانه من المجلس العسكري، بس انا لا اظن ذلك، او ان هم شايفين هو الاصلح، ان هم شايفين هم ناس فوق الكل بتوع الجيش، وان هم شايفين الصح الاصلح للدوله ايه، فجلبوا على حسني مبارك. ودي كانت بدايات الثورات، لكن كثوره فعليه على الارض ما فيش الكلام ده، بدليل ان ادينا 13 سنه الناس بتحاول من كل الاتجاهات، من الناحيه الاعلاميه والخارج وداخليا والسوشيال ميديا، وفي ناس بتصور وناس بتتشال وبتتنكت، والكلام ده وصل للغرب على فكره. بس ادام مصالح الغرب لا تتعارض مع مصالح السيسي فخلاص، هو فله كده ورده شمعه منوره على راي الاخ عمرو اديب زمان يعني. فالسيسي ما يمثلش اي خطوره ايه يستاهل ان هو يتشال. فمفيش حاجه اسمها ثورات، عشان بس ما تتعبوش نفسكم. يعني انا مش يعني، في ناس بتخوني وفي ناس بتقول انت عميله وانك انت خاينه وانك انت بتدس السم في العسل. انا بقول لكم واقع مرير، هو واقع مرير بس هو واقع عشان ما اوهمكمش. مفيش حاجه اسمها ثوره هتشيل السيسي. السيسي ما كانش يتشال بانقلاب من الجيش عليه، مش هيتشال السيسي. السيسي مش هيتشال بالطريق. فما تتعبوش نفسكم بثورات وتخريب في البلد، وعارفين اعداء الوطن مستنيين وما يدوا ابر من تحت لتحت عشان يهيجوا الشعب ضد المؤسسه العسكريه او ضد الحاكم او ضد اي شيء في الدوله بحجه حكايه الثوره. لا، الثورات مش هتنفع، الثوره هتبقى تدميريه. زي ما كده طلع وقال فوضوني، زي ما طلع وقال فوضوني الارهاب المحتمل او الارهاب الوهمي اللي خدع عن الشعب المصري بيه، المؤسسه العسكريه تطلع تقول نفس الكلام. وانا ارى بعض البوادر، وهوريكم بعض النصوص ان في احد اللواءات اللي حاليا في الخدمه طلع فيما معناه برضو بيقول احنا هنحاول ندرك اللي حصل في مصر والانقسامات اللي حصلت في مصر، فيما معناه يعني زي خطاب نفس خطاب السيسي في 2013، بس يعني ايه لسه في البدايات. فالوقت بدأ يتجمع القضاء والمجلس العسكري، وأرى مؤسسات كتيرة داخل الدولة تبدأ تقلب على السيسي. فالموضوع هيبقى رسمي يعني، على ما أعتقد في الأيام الجاية إن شاء الله يعني هنشوف عزل السيسي بشكل إن شاء الله قريبا يعني بإذن الله كده، ونتمنى ذلك. عزل السيسي بحقنا لدماء المصريين، يعني حقنا لدماء المصريين مش أكتر. وطبعا لما مصالحهم تعارضت بقى مع السيسي يعني مش أكتر، فعشان ما نضحكش على بعضينا يعني. القصة مش قصة بقى ثورة وقصة رغبة شعب، لا مش قصة الشعب الطحن دول 13 سنة محدش سأل فينا. هي بقى إيه يعني، بيقول لك يعني إيه الحرامية لما يختلفوا نبدا نسمع بيهم بقى ونسمع صوتهم بقى، بدا صوتهم يعلى. فالموضوع هيجي من بره الشعب خلاص يا جماعه، الشعب اصلا ما فيهوش نفس لاي حاجه. فانتظروا ان شاء الله قريبا باذن الله كده عزل السيسي، قريبا اقرب مما تتخيلوا، اقرب مما تتخيلوا باذن الله. وشكرا لحسن استماعكم.